اللقاء الجاي ليكم الاداء المتميز اللي انت عملتوه النهارده الرجولي، ويمكن انا قلت في القنوات انه الفضل الاول والاخير لربنا ومجهودكم ومجلس الدكتور كمان، لان احنا لسه جايين بقالنا 24 ساعه، يعني ما لحقناش نقعد ما لحقناش نتكلم، لكن انتوا النهارده كنتوا رجاله في الملعب ونأكدوا دعم كامل للكابتن احمد حسام والجهاز اللي معاه، وان شاء الله باذن الله يعني يمكن ربنا هيفرجها باذن الله، يعني احنا برضو نعرف نتصرف في الفلوس شويه، ربنا يفرجها ان شاء الله، يعني مستحقاتنا لازم تاخدوها. احنا عندنا اول اجتماع يوم الخميس هنقعد نشوف كل لاعب ليه كام ان شاء الله باذن الله، بالروح اللي انتوا بتعملوها دي جماهير يا ريس والنبي بالروح اللي انتوا بتعملوها دي بتفرحوا ملايين من الجماهير. اي اشاعات تسمعوها، اي مش عارف ايه كلام فارغ بيتقال، مفيش حد يقدر يا جماعه يمشي، محدش يقدر يمشي جهاز ناجح، وانا برضو ما بحاسبش بالحكمه، ما عنديش حساب بالقطعه. ممكن لا قدر الله يبقى في ماتش فيه اخفاق او اثنين، لكن في النهايه انا سعيد بالاداء النهارده وبدايه موفقه، وخمسه يعني ما شاء الله كويس انها جت خمسه عشان ما حدش يحسبها، هتكون فيها في 4 تقف او 6، لكن 5 كويس. طبعا في مكافاه النادي انا اعتقد 4000 لكل لاعب، 8 دور انا من عندنا لكل لاعب 3000 جنيه من اول دول مني بكره ان شاء الله تستلموهم ان شاء الله. بالنسبه للجماهير انا بطمنكم، انا كان في لقاء مع السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخليه، ومن حسن حظكم علاقتي بالناس الحمد لله كلها كويسه، لولا ماتش الاهلي بس اتلعب امبارح من غير جماهير كانت تلعب النهارده بالجماهير ماتش الزمالك. انا اتفقت ان انا بكره عندي لقاء مع السيد وزير الداخليه ثم لقاء مع رئيس الوزراء يوم الاربعاء باذن الله، بدءا من دور الثمانيه باذن الله المباريات تبقى بالجماهير، بس احنا طبعا هنطلب من الجماهير، هنقعد كجهاز فني وزير الشباب وانا وزير الداخليه كزمالك ان احنا نلتزم الجمهور في الملعب، اعمل دخلاتك، افرح، نور الملعب زي ما انت عايز، لكن انك انت تتكلم تاني بقى بتاع المنصوف او تشتم الشرطه او تشتم مش عارف اي حد، الكلام ده احنا طبعا عايزين نبدا عادي جديد عشان الجماهير ترجع، والا الخاسر الاول والاخير هو اللعيبه والجهاز. يعني انت النهارده لو عندك جماهير في الملعب الخمسه دول ممكن يبقوا 10، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل باذن الله. احنا طبعا اخترنا الكابتن احمد سليمان، احمد سليمان هو هيبقى المنسق اللي بين مجلس الاداره وبين الجهاز الفني. يمكن احنا عندنا سياسه جديده في التنسيق، احمد سليمان لن يتدخل في اي فنيات. احمد سليمان لو راح التدريب هيروح كواحد من الجمهور، كل دوره انه بيقعد مع رئيس الجهاز او المدير الفني والكابتن احمد عبد الحليم، يقعد يستمع الى طلباتهم، يوصلها لمجلس الاداره، كل الدعم ليكم ان شاء الله، وطول ما انتوا بتكسبوا فلوس وبتكسبوا جماهير. يمكن الفريق المنافس احنا شفنا امبارح هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعمل كده، انا بقول يمكن حتى من حسن حظ فريق الاهلي انه طلع من البطوله دي عشان ما لعبش فريق الزمالك ما شاء الله بالقوه اللي انتوا فيها. عايزين ننسى عندنا اي لاعب عايز يعني ينتقل دلوقتي، يمكن انا كابتن احمد فضل، يمكن انا عارف ان كابتن احمد حسام متمسك بيكم كلكم، وهو هيقول اللاعب اللي بشاور عليه عشان ندعم الفريق باذن الله هنجيب. المعسكرات ان شاء الله الفلوس متاخره يوم الخميس هنشوف نظبطها باذن الله، وان شاء الله ربنا يوفقكم. النهارده انا شايف انها بدايه، يعني ربنا رايد انه تفرحوا الجماهير مع قدوم المجلس، وانا دي برضه مناسبه بشكر مجلس الدكتور كمال درويش انه ادى الواجب بتاعه في الفتره الصغيره اللي قاعد فيها ووصلنا للمرحله دي، لانه لولا الدكتور كمال درويش والمجلس اللي معاه انه بالدعم اللي عمله لكم قبل، يمكن كان الامكانيات برضه قليله شويه، لكن بقول لكم باذن الله كل الامكانيات وكل الدعم ان شاء الله للكابتن حسام والكابتن احمد حليم وكل الجهاز الفني اللي واي حد عنده مشكله بقى شخصيه، شاتم ظابط مش عارف عامل ايه، بيتكلم مع مراته، اي حد طبعا انتوا عارفين ان انا عايز اللاعب ينزل الملعب دماغه ما فيهاش حاجه خالص غير انا بشكركم.